نوجزها في كلمات قصيرة حتى يعني لا نطيل في هذا الكلام. طبعا احنا عندنا يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملك ينزل في اليوم 40 ويبث الروح في الجنين في النطفة. وحديث آخر أنه ينزل الملك في اليوم 120 أي بعد 4 أشهر. والبعض يظن أن هناك تعارض، الصحيح أن ليس هناك تعارض. فالنفخة الأولى هي مجرد بداية الحياة، والنفخة الثانية هي بداية طور الجنين وظهور له أعضاء وبداية حركاته. وإن من مقاصد التشريع كما نعلم جميعا أن الإسلام له مقاصد، 5 مقاصد: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. 5 أشياء. كل مقصد من هذه المقاصد أو كليات ال5 جعل لها الإسلام تشريعات لحفظ هذه الأشياء. فحفظ النفس حرم المولى عز وجل قتل العمد وجعل قتل الخطأ كفارة، ولهذا يعني الجنين له حرمة فلا يجوز إسقاطه، وبالتالي ما يؤدي إلى قتله. فالأصل في إسقاط الجنين الحرمة. وأيضا لا يجوز، يعني العلماء متفقون في أن بعد 120 يوم يعني بعد النفخة الثانية لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، أن يتعارض حياة هذا الجنين مع حياة الأم. فإذا ما حدث هذا التعارض تبدأ حياة يعني الأم. ما قبل 120 الأصل فيها الحرمة، ولكن يعني يستثنى منها حالات أخف من الحالة الثانية التي بيناها. أن الإجهاض قبل النفخ أي قبل 120 الأصل فيه التحريم كما بينا، وأن التحريم يتدرج. فمثلا لو كانت هناك يعني بنت قد اغتصبت من يعني أحد الأشخاص، فيفتي العلماء بجواز يعني إسقاطها، وهذه حالة مستثناء. إذا كان هناك تيقن بأن هناك يعني تشوه في جنين قبل 120 يجوز أيضا الإسقاط أو الإجهاض. إذا كان هناك امرأة قد حملت وهي مثلا قد ولدت قيصرية، وأطباء قالوا لها يعني أنك إذا ما حملت مرة ثانية لابد أن تنتظري 2 فيجوز لها الإجهاض قبل 120. لا يجوز أن ينبني على هذه الحالات الفردية التي يبت فيها العلماء أنها تكون قاعدة، وأن كل واحد يرى أنه يعني يسقط قبل 120 ويقول أنه لم تبث فيها الروح بعد. وأيضا باقي الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعا يرجح أن تندرج فيها الوسيلة. يعني لما نيجي نقول إن في امرأة يجوز لها الإجهاض إذا ضرب في الوسيلة من شرب الدواء، ولا نلجأ إلى عمليات الإجهاض إلا عند الضرورة. ويترتب على ما لو يعني أجهضت امرأة بطريقة غير مشروعة، كأنها هي تفتي لنفسها وتجهض نفسها بغير مبرر شرعي، أن تصبح جناية ويصبح عليها الدية وعليها كفارة. وأيضا إذا تضامن معها زوجها، وأيضا إذا يعني قام بهذا الأمر طبيب، فهذا بلا شك أنه كل الثلاثة يكونوا متضامنين في الجناية. والأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض يعني من غير أي مبرر شرعي ومن غير فتاوى، هذه الأموال التي يتحصلون عليها هي أموال حرام يجب التخلص منها إذا ما تاب هذا الطبيب أو غيره. ولهذا يعني يجب أن يفهم مثل هذا. ودية الجنين هي غرة عبد كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة صيام 2 شهرين متتابعين حتى يعني في ما دامت قد أسقطت نفسها بغير مبرر شرعي ومن غير رجوع لأهل الفتوى ولأهل العلم. متى انفصل أو متى نزل الجنين من بطن أمه، ولو نزل ميتا بعد 120 يوم ولو كان حتى ميتا، لابد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد 120 يوم. طبعا إذا ما ولد حيا ولو دقائق ثم مات برضه يغسل وكفن ويصلى عليه.
وكما نعرف يعني أن هذا الطفل بدل لم يكلف هو في الجنة، ولكن ماذا نقول في الصلاة؟ أندعو له بالرحمة؟ لا طبعا، لأن هذا مرحوم ولم يقترف أي أخطاء، ولكن يدعى نقول اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله فرطا لنا، اجعله ذخرا لنا، وهذا هو الدعاء. ولكن يصلى عليه، وبلا شك بدل هيصلى عليه يبقى يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. إذا ما سقط الطفل سواء نزل بغير إجهاض أو بإجهاض قبل 120، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن لحرمة المسلمين. الطفل إذا ما نزل ولو لدقائق حيا يثبت له الإرث في كما نعلم جميعا. أما إذا نزل ميتا فلا يثبت له إرث. اتفضل لنا أحكام إسقاط الجنين المشوه. وقد وجدت يعني بعض الفتاوى من اللجنة الدائمة نلقيها يعني عليكم حتى نعلم. امرأة حامل وقد جاءت لها أشعة عدة مرات، مما أكد وجود تشوهات إسقاطه، يعني هم تأكدوا أن فيه تشوهات. أولا لا يجوز إسقاطه لو يعني تم بث فيه الروح أي بعد 120 يوم، وحتى لو كان هم تأكدوا من تشوه نقول له عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ونفوض أمرنا لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى قد يشفي هذا ويكذب الأطباء. وأيضا يعني برضو إسقاط الحمل في الشهر الخامس. سؤال عن إسقاط الحمل في الشهر الخامس بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة، وده سؤال أيضا في للجنة الدائمة. تقول لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم أنه قد يشفيه الله عز وجل بما بقى في المدة ويولد سليما، وكما وقع ذلك الكثير من الناس. وسئلت أيضا اللجنة الدائمة عن امرأة حامل تعالج من السرطان. امرأة حامل عندها سرطان وتعالج بالأشعة، وبلا شك أن هذه الأشعة سوف تؤذي هذا الجنين وقد ولد مشوها، فأفتت اللجنة لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه، وإنما يترك لتدبير الله عز وجل. فلو واحد عنده يعني ولد طفلا مشوها يعني فيه أي عيب خلقي شديد ولو كان شديدا، هل يجوز قتله؟ لا يجوز. نفس الشيء الطفل لو كان في بطن أمه وبثت فيه الحياة لا يجوز قتله، فهو قتل النفس، والإسلام يحترم هذه النفس ويجرم من يقوم بمثل هذا الأمر ولو كان مشوها. وأيضا سئلت أيضا عن امرأة حامل في الشهر الخامس وقد أثبتت الأشعة وجود عدة تشوهات بالجنين، مما جعل الأطباء يجزمون بموته بعد ولادته. وهذه التشوهات هي تشوه في حجة القلب، وتشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري، وحجم الرأس صغير جدا. قالت اللجنة بعد الدراسة أنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور بأي شكل من الأشكال، وأصبح بدل دبت فيه الحياة أصبحت له الحرمة. وسئلت أيضا عن امرأة حامل في الشهر الخامس من الجنين فيه تشوهات مما يعرض حياة الأم، يعني هذا الطفل هيعرض حياة الأم للخطر، فهل يجوز؟ نعم. هنا الحالة الوحيدة إن كان يعني هذا الطفل سيعرض حياة الأم للخطر تبدأ يرتكب أخف الضررين، وهو إسقاط الطفل وإنقاذا لحياة